عسلامة. وصفتنا لليوم تونسية بامتياز، سهلة التحضير، وخاصة غنية بالبروتين والعناصر الغذائية اللي يعطيو الجسم كافة احتياجاته، وخاصة لنا احنا النباتيين اللي يعتبر هذا طبق رئيسي ومتكامل من حيث القيمة الغذائية. يلا تابعوا معايا كيفية التحضير. باش ناخدو 200 جرام فول عربي، نغسلوه مليح ونفخوه ليلة كاملة في الماء. تنجموا حتى تحطوه يتنفخ من الصباح، من غدوة باش نلقاوه هز صحته. دونك باش نعاودو نشلوه ونصبولو ماء جديد، عصرة قارص، ولا تنجموا تخليوه شطر كعبة قارص تغلي معاه باش نخليوه يطيب في عقله. الغاز ناقص كما متعودة نوصيكم، راهو البقوليات بصفة عامة يلزمهم يطيبوا سلة سلة باش ما يقلقوناش في معدتنا. ولطف عليكم راهو في بعض الأحيان كيف تبدأ البقوليات طيبة شطر طيب تأدي حتى للتسمم، لطف عليكم. دونك نردو بالنا نخليوها تطيب في عقلها، وكل مرة نفقدوها. لين في الاخر كعبة الفول تحسي على الاخر وتهبط زبدة كيف تنزل عليها تجي معاك. دونك لهنا باش نرشو رشة ملح، والملح راهو اذواق، كل واحد وكيفاش يحب الملوحية. اون فوا الفول نتاعنا طاب نحطوه في صحفة باش نخلطوه، مغرفتين زيت زيتونة، مغرفة صغيرة كمون، هريستنا العربي البنينة والفاوحة، نحلوها في شوية ماء، وهكا الطبق متاعنا اولا حاضر. وعندنا ابن فول مدمس دياري نظيف يعمل 66 كيف. وما ننساوش نقصوا معاه سليطة خضراء غنية بالالياف باش تعاوننا على الهضم. اكتبوا لي في كومنتير كان عندكم أسئلة حول النظام الغذائي النباتي وإلا اقتراحات، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو كان عجبكم الفيديو. وتوا نقولكم ملتقانا في وصفات نباتية جديدة. شيء طيبة، في أمان الله.